مش بشكر طبعا احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك. رغم ان الاهلي والزمالك عندهم لعيبه تقيله جدا عقودها بتنتهي، تمام، ولعيبه اسماء ضخمه يعني. بس ما سمعناش ان في لعيبه من اللعيبه التقيله دي في الاهلي الزمالك بيفاوضوا بيكلموا، وما سمعناش ان في لعيبه من اللعيبه التقيله دي في الزمالك الاهلي بيفاوضوا، على عكس العاده يعني بيبقى في لعيب لو قعدوا ينتهي باسم كبير يعني ممكن الاهلي يفاوضوا من الزمالك، بس السنه دي ما سمعناش خالص الموضوع ده خالص. يمكن التجارب الاخيره الانتقالات ما بين الاهلي والزمالك ما كانتش موفقه للعيبه، فاللعيبه خلاص بدات تفهم ان يعني اللعب على وتر الجماهير او الانتقال من القلعه البيضاء للقلعه الحمراء ممكن ما يكونش هو افضل حاجه، وان استمرارهم كان افضل. يمكن التجارب الاخيره خلتهم يعيدوا نظر في الفكره نفسها. يعني اللعيب بيبقى عليه ضغط جماهيري كبير جدا، فساعات ممكن يكون الاستمرار في فريقه افضل. امبارح شفت تصريح للمهندس عادل القيعي وهو بيتكلم على المبالغه بتاعت الانديه في الارقام دلوقتي اللي بتطلبها في اللعيبه بتاعتها. هل فعلا كده الزمالك بيواجه نفس القصه كده لما بيشتري لعيبه من مصر محليين؟ يعني هل بقت في مبالغه فعلا في الارقام؟ مبالغه غير عاديه فعلا. يعني لعيبه ما لعبتش دولي في حياتها بتلاقي ارقام كانه لاعب يعني الارقام اللي بنسمعها دي فعلا 60 مليون و50 مليون لا ده بقى العادي دلوقتي في لعيبه ما لعبتش دولي حتى يعني. فالنادي بيلاقي ان اللعيبه اللي عنده تعتبر تساوي او يمكن انجازاتهم اكبر بكتير من اللي هو بيفاوضهم، مفيش مقارنه اساسا. فكره التفاوض مفيش مقارنه في الشخصيه والاداء، مفيش مقارنه. هل ده معناه ان في تدعيم في يناير؟ يعني واحنا النهارده بص احنا الكلام في التدعيم ردنا عليه اكتر من مره بان الاولويات لمستحقات اللعيبه ثم التجديد ثم التدعيم. يعني لو حسب السيوله الموجوده يعني. لا حسب يعني طبيعي جدا البديهي ان احنا نسدد مستحقات اللعيبه ودي اهم ملف، ثم نجدد للقوام الاساسي. انا ايه اللي هيخليني اروح اشتري لاعب وانا عندي لاعب مهم جدا ممكن افقده، ثم بعد كده لو ده تم تمام يبقى في تفكير بعد كده في التدعيمات. تمام، يعني ممكن يناير يعدي بدون تدعيمات او تدعيمات قليله يعني حسب نتمنى ان شاء الله ان كله يعني كل ما يتمناه الجمهور والاحتياجات الفنيه نتمنى ان شاء الله انها تكمل في يناير، ودعوات حضرتك يعني. طيب هل اخر حاجه بقى الخط قطع مش بشكر طبعا احمد سالم المتحدث الرسمي لنادي الزمالك.